ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده ان شاء الله حلقة جديدة من حلقات KG1 مطبخ، وان شاء الله هنعمل مع بعض خبز الفينو او العيش الفينو باسهل واسرع طريقة باذن الله. العجينة دي بصراحة انا بسميها عجينة الابتكارات، لان احنا بنطلع منها حاجات كتير جدا، وان شاء الله هنعملها مع بعض. دلوقتي هندخل على المقادير. انا المقادير عندي العجينة دي بتتعمل على مرحلتين. مقادير المرحلة الاولى: معانا 2 كوب دقيق او اللي هو مج الشاي، 2 معلقة كبيرة خميرة فورية، معلقة كبيرة بيكنج باودر، معلقتين حليب بودر او لبن بودرة، هنا رشة ملح ربع معلقة صغيرة، هنا 2 معلقة كبيرة سكر اللي هو العادي، وهنا دي مقادير المرحلة الثانية. هنا 4 كوب دقيق. الدقيق ده ممكن يزيد او يقل على حسب ما العجينة هتلم معانا. هنا كيس فانيليا اللي هو 1 جرام سكر الفانيليا دي او الفانيليا العادي، رشة منه، 1 بيضة، نص كوب زيت، وهنا البيضة والفانيليا ده اختيارين. ومعانا للتغطية بركة 2 معلقة كبيرة سمسم، هنا ربع كوب، ودول اختيارين، ولو مش حابين تحطوهم بنعمله سادة حاجة. هنا ربع كوب حليب سائل، عليه كيس فانيليا اللي هو 1 جرام برضو اللي هو سكر الفانيليا، او رشة فانيليا عادية. وهنا ممكن نعمل بداله بيضة بنخفقها كده مع برضو كيس الفانيليا، او لو مش حابين البيض والفانيليا. وبرضو ممكن نعمل بالحليب البودر، نجيب معلقة كبيرة كده مليانة حليب بودر مع معلقتين مية وندوبهم وندهن بيهم السطح الفينو. او ممكن لو احنا مش عاوزين الاختيارات دي كلها، ممكن بمسحة مية بس ونرش السمسم او حبة البركة. وندخل ان شاء الله على الطريقة. ندخل الدقيق. انا هنا نخلت 2 كوب دقيق، هنحط عليهم الخميرة والبيكنج باودر والسكر، وهنا رشة الملح مع المعلقتين الكبار لبن بودر او حليب بودر. ونقلب المواد الجافة كلها كده مع بعض بالمضرب كده، نخليهم يختلطوا. وبعد كده هننزل على طول بال2 كوب ماء دافئ كلهم. الماء دي بأكد لازم تكون دافية، لا سخنة ولا باردة. وبعد كده هنقلب. انا هكمل تقليب وهوريكم القوام بالشكل اللي انتم شايفينه ده، تبقى العجينة سايلة كده. ودلوقتي هغطيها بستريتش رول او بفوطة او بغطا عادي، ان شاء الله هتركها 10 دقايق بعد ما الحجم بتاعها يتضاعف، وبعد كده هنكمل مع بعض. بعد ال10 دقايق زي ما انتم شايفين العجينة اتضاعف حجمها. دلوقتي هنزل عليها بباقي المقادير اللي احنا قلنا عليها دي، باقي المقادير المرحلة الثانية. هننزل عليها بالواحد بيضة، وكيس الفانيليا، وبنص كوب الزيت، ودلوقتي هقلب بالمعلقة الخشب انتم شايفينه ده لحد ما البيضة والزيت يتجانسوا تماما مع باقي المكونات بالشكل اللي انتم شايفينه ده. انا بقلب هنا بمعلقة خشب عشان لو قلبنا بالمضرب السلك ممكن يبوظ مننا. وهنزل بالدقيق. احنا متفقين ان الدقيق احنا نخليه الدقيق اللي هو الكوبايتين، وبرده ال4 كوبايات ده هننزل بالتدريج زي ما اتفقنا، عشان ممكن ياخدهم كلهم وممكن يبقى اقل وممكن يحتاج زيادة على حسب زي ما احنا اتفقنا، على حسب ما العجينة تلم معانا تدينا. عاوزين احنا عجينة طرية وفي نفس الوقت ما بتلزقش مش ناشفة. وهكمل وارجع. هنا دلوقتي انا حطيت الاربع كوبايات دقيق، بس هي شايفين لسه القوام بيلزق معايا. انا دلوقتي هحط نص كوب دقيق
بالقوام اللي انتم شايفينه ده بعد العجن. هي خدت مني 4.5 كوب دقيق بالظبط من المج ده زي ما احنا متفقين بنعاير بيه كل حاجة. ودلوقتي احنا بنعجن فيها، بس في ملحوظة عاوزة اقول لكم: اثناء العجين ممكن تحس ان العجينة بتلزق في الاول، بس بعد ما بتعجني فيها شوية بتبقى بتلاقيها لمت وما بقتش تلزق. فتاخدوا بالكم من النقطة دي، عشان ممكن النقطة دي علشان ممكن تزودي دقيق كتير وتلاقي العجينة بقت ناشفة معاكي. فاحنا مش عاوزينها ناشفة، احنا عاوزينها تبقى طرية بالقوام اللي انتم شايفينه ده. ونعجن فيها شوية لحد ما السطح بتاعها يبقى املس زي ما انتم شايفينه كده. ودلوقتي ان شاء الله هغطي عليها ترتاح 10 دقايق بالظبط ونشكلها دقايق وخليناها ترتاح تاني. ودلوقتي هنشكل فيها. دلوقتي ان شاء الله انا هقسم العجينة على قسمين، وهعمل القسم الاولاني، الجزء الاولاني ده هقطع الجزئين. هاخد الجزء الاولاني ده دلوقتي هعمله كور، لان انا هوريكم كذا طريقة للتشكيل ان شاء الله، يعني اللي تلاقيها سهلة بالنسبة لك تشتغلي بيها. انا دلوقتي هاخد اعمل كور. الجزء الاولاني ده هعمله كور بالشكل اللي انتم شايفينه ده عشان يديني كور متساوي. وبعد كده الشكل ده اهو هوريكم من اول وتاني. بسم الله. دلوقتي انا هكور اول جزء، بناخد حتة من العجينة كده عشان ناخد كور متساوية بالشكل ده. وعندي صينية زيت كويس هحط فيها الكرة بالشكل ده، وهغطيها بكيس ماء. وهكمل برضو اوريكم تاني الشكل ده. انا باخد العجينة كده بالشكل ده، بحاول اسوي السطح بتاعها واروح ضغطة نفخ كده وضغطة عشان يديني كور متساوية. وبعد كده احطها برضو في الصينية وهكمل. هتبقى بالشكل ده، ونخلي بينهم مسافات علشان الحجم هيتضاعف تاني وميمسكوش في بعض. وهكمل وارجع العجينة زي ما انا قلت لكم كرات بالشكل ده، وهنتركها 10 دقايق. التاني من العجينة انا هقسمه على 2 وهنفرده زي مستطيل. السمك بتاعه 1 سنتي او سنتي وربع كده. فردت الجزء اللي انا قلت لكم عليه من العجينة على شكل مستطيل كده. السمك بتاعه زي ما انتم شايفين 1 سنتي. وبعد كده بجيب انا عندي العلبة دي كنت جايبة فيها لانشون، غسلتها كويس طبعا، وحبيت ان انا استعملها كقطاعة. يعني الشكل اللي هو قدامكم ده بيدي شكل حلو جدا في التقطيع. كفينه. ولو ما عندكيش العلبة دي بتجيبي القطاعة المدورة تضغطيها شوية كده، تتكي عليها كده تضغطيها، هتديكي برضو شكل كويس. وده الشكل التاني من ده شكل اسهل شوية في التشكيل بتاع الفينو. نضغط كده ونشوف. وطبعا الزيادات اللي هي بتبقى من العجينة دي برجع اعجنها تاني واسيبها ترتاح بس دي 5 دقايق كده. الزيادات اللي هي بتبقى زي دي كده بعد ما نخلص تقطيعها كلها بنرجع نعجنها تاني ونروح ونروح نعجنها ونروح فردينها، نسيبها ترتاح شوية ونروح فردينها تاني. وهي بتبقى بالشكل اللي انتم شايفينه ده. واوريكم ان شاء الله الشكل ده. الكرات بقت بالشكل اللي انتم شايفينه ده، ضاعت حجمها. وهنا معايا بولتي صغيرة كده. هنجي ناخد اول كرة رشة دقيق بسيطة خفيفة خالص. ودلوقتي هناخد ده كده نضغط عليه كده. ودلوقتي هنفردها بالشكل ده. فده الشكل التاني معانا. ايش الطريقة اللي تلاقيها اسهل ليكي في التشكيل اشتغلي بيها. بنتكي من نص البر نص البر. ودلوقتي هلف زي السويسرول كده او السينابون بالشكل ده. ميبقاش رشين دي كتير عشان ما يعملش عازل في الفينو من جوه، يلزق معانا بالشكل اللي انتم شايفينه ده.
همسح غطيه جوه هنا بالشكل ده، الجزء ده اللي بيبقى تحت في الصينية، بحيث ان هو منحطوش فوق زي ما انتم شايفينه كده، والاخر يفتح في ويفتح في الفرن بالشكل ده. نقفل كويس عشان ما يفتحش معانا، ونضغط عليها كده، هيبقى بالشكل اللي انتم شايفينه ده. عندنا برضو نحطه في الصينية زي ما انتم شايفين كده. هوريكم واحدة كمان. نحاول نبتدي بأول واحدة احنا عملناها رشة بسيطة خالص كده، بحيث بس ما تلزقش. شايفين ما شاء الله العجينة لما تكون مرتاحة بتبقاش تتعبنا في الفرد بالشكل اللي انتم شايفينه ده. برضه بنلفها بنفس الطريقة كده بالشكل ده. خلاص نروح جايبين هنا ندخلهم دول كده، نقفل برضه من الجنب التاني بالشكل ده. برضه نحطه هنا وهكمل وارجع لكم. نبقى حاطينه في مسافة بينهم كده عشان لما يتضاعف الحجم، وهكمل وارجع لكم. هو من 5 ل10 دقايق بنلاقيه اتضاعف بالشكل اللي انتم شايفينه ده، ضاعف الحجم بتاعه. ودلوقتي هنا معانا مقادير التغطية زي ما احنا قلنا في الاول: معلقتين كبار حبة البركة، معلقتين كبار سمسم، هنا ربع كوب حليب سائل على كيس فانيليا 1 جرام. ودلوقتي هندهن دول اختياري، لو حابين ماشي. المهم دلوقتي هندهن السطح بتاعه كده بالشكل اللي انتم شايفينه ده. حابين تحطوا حبة البركة والسمسم حسب رأيكم، وممكن نخلط بين الاتنين، بمعنى ان انا ممكن احط رشة سمسم بسيطة كده عليها رشة حبة البركة، يبقى الاتنين مع بعض. وهكمل وارجع لكم. انتم زي ما انا قلت لكم وحطيت حبة البركة، ودلوقتي هدخله على درجة حرارة 180 لحد ما القعر بتاعه او القاع بتاعه ياخد اللون الذهبي. وبعد كده هولع الشواية على الهادي خالص، نطفي من تحت ونولع على الهادي خالص الشواية، ناخد اللون الذهبي من فوق. زي ما انتم شايفين انا دلوقتي خرجته من الفرن، لسه حطاه، بشيله بمنديل كده، بشيله بالشكل ده بمنديل نضيف. وديت قماشة بقى مخصصاها للمخبوزات. بطاوة ما بيبقى وهو سخن زي ما انتم شايفين كده، بنبخ عليه بخاخ ميه. شايفين البخار ده؟ انا مش عارفه مش هيطلع في الكاميرا، بس بخيتين كده ونغطي عليه على طول علشان البخار يطري. وده الشكل النهائي زي ما انتم شايفين للخبز والفينو، وان شاء الله يعجبكم جدا. انا حبيت بس هنا افتح لكم واحده واوريكم الشكل طري وهش وجميل جدا، هيعجبكم باذن الله. وده الشكل من تحت. احنا بس اهم حاجه احنا اول ما بيخرج من الفرن بنديه بخة الميه اللي انا بقول لكم عليها دي، وبعد كده بنحطه في القماشه او الفوطه اللي احنا مخصصينها للمعجنات، وبعد كده بنحطه في كيس او علبه محكمه الغلق. لو احنا هنحط نشيله في الفريزر بنشيله على طول، تو ما يهدى كده نروح معبينه في الكيس او في العلبه ونحطه في الفريزر على طول، ما نخليهوش يبات علشان يفضل طازه وواضح زي ما انتم شايفين كده. ولما نيجي بنخرجه قبلها بفتره. لو مثلا هنديه للاولاد في الحضانه او في المدرسه بنشيله من بالليل ونخليه يفك براحته، وبعد كده بياكلوه بالهنا والشفا. اتمنى ان شاء الله حلقه النهارده تكون عجبتكم، وان شاء الله ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتيجوا على المطبخ. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.